يبقى اخيرا بس عشان هتلاقوا حضراتكم كلام كتير جدا على انه الناس بتقول طب اللي بيحصل في العراق ده خطر على مصر. اللي بيحصل في العراق خطر على مصر. هو خطر على المنطقة كلها، ده رقم واحد. رقم اتنين هو خطر على مصر، بس مصر فين بقى من ده؟ مصر رسالتها واضحة جدا فيما يخص الصراعات اللي للأسف بتدور في المناطق المحيطة. الرسالة دي واضحة وصريحة مش بس من المصريين إنما من هو رئيس لجمهورية مصر العربية الآن. خلونا نسمع كلمة الرئيس السيسي الحقيقة خلال ماراثون الدراجات، ورسالة واضحة وصريحة جدا على كل من يقول أنه في خطورة على مصر مما يدور من حولنا. أعتقد أن دي رسالة مش من فراغ، دي رسالة بتطمئن، المفروض أن هي تطمئن حضراتكم، وأرجو أن انتوا تسمعوها وتتمعنوا في الكلام اللي هيتقال. ونلتقي بعد الفاصل نقرأ صحافة اليوم معا. خليكم معنا. يا رب كون معانا وساعدنا. ولو احنا كلمناه بجد، كلمنا ربنا بجد وقلنا له يا رب، يعني الناس كلها بتقول ظروفنا صعبة، صحيح، لكن هو في اغنى منه ولا ايه؟ في اغنى منه؟ ما فيش اغنى منه يساعدنا ويدينا وينصرنا ويكرمنا. وشوفوا الدنيا حوالين منكم عامله ازاي، شوفوا الدنيا حوالين منكم عامله ازاي. خساره خساره. لكن مصر لا، مصر لا، مصر لا. محدش ابدا بفضل الله هيقدر يقرب من هنا ابدا. مصر لا. واللي هيقرب هيشوف. لا بقى، اللي هيفكر هيشوف بفضل الله سبحانه وتعالى.